السلام عليكم، ازيك؟ إيه الاخبار؟ يا رب تكون كويس. اهلا بيك في حلقه جديده من قعده رايقه. هنتكلم النهارده عن السينما والافلام، وهي بتبقى حاجه برضو خفيفه كده في الايام ديت، وخصوصا ان كل سنه وانت طيب، كلها 10 ايام تقريبا والدراسه هتبدا. فسواء انت عندك جامعه، عندك مدرسه، او حتى بتشتغل ومش فاضي، ممكن تاخد الحلقه ديت كمرجع ليك لأفلام وحاجات حلوة ممكن تبقى تتابعها وتتفرج عليها في أي وقت، لأنها حاجات هتلاقي فيها للكبار والصغيرين، وأي حد هتلاقي ذوقه مثلا موجود في الحاجات دي. فخلينا نبدأ أول حاجة، وهي الحاجات المصرية اللي ما شاء الله كتيرة، بس خصوصا الحاجات القديمة. يعني انت تيجي تشوف مثلا دلوقتي الأفلام ما عادتش زي الأول، ولا الحلاوة بتاعتها، سواء كوميدي سواء أكشن سواء أي حاجة من الحاجات ديت. في تطور، بس المحتوى ذات نفسه ما عادش زي الاول ولا عاد حلو. فبدأ ان هم افلام تجارية عايزين يطلعوا منها فلوس وخلاص. فيشوفوا الناس عايزة ايه، عايزين كوميدي، نقعد نحط افيهات ملاش ايه تلاتين لازمة وما بتضحكش ولا بتعمل اي حاجة، عشان نقول ان هو فيلم كوميدي وخلاص. فهي دي المشكلة دلوقتي، ان هي عبارة عن افلام تجارية ملهاش معنى حقيقة او حاجة حلوة. لا، هم بيعملوا اي حاجة وخلاص يكسبوا منها. طبعا ما ينفعش يكون في قائمة للأفلام بدون فيلم مثلا زي بنك الحظ بتاع محمد ممدوح وأكرم حسني ومحمد ثروت. الفيلم ده فعلا من أحسن الأفلام الكوميدي اللي اتعملت، إن احنا ممكن حتى نقارنه بصعيدي في الجامعة الأمريكية والحاجات بتاعت أحمد حلمي والحاجات دي، لأنه فعلا فيلم حلو جدا. تيجي بعد كده أو مش بعده، ممكن يبقى زيه بوشكاش والحاسة السابعة. فيلم الحاسة السابعة ده فعلا اتظلم كتير، حتى لما نزل ما نجحش ولا عمل الحاجة اللي الواحد كان منتظرها. انت تيجي بقى تتفرج عليه دلوقتي، لا هو فعلا كان الكوميديا بتاعته بنت لذينة، وفي افكار كتيرة وحاجات كتيرة عملوها. يعني فعلا هم كانوا سابقين عصرهم وعاملين حاجة من المستقبل. خد على كده بقى حاجات بالهبل. بس كفاية قوي كده في الافلام، ونخش على المسلسلات. ومش هكتر برضو في المسلسلات، لان انتوا اكيد يعني عارفين الافلام والمسلسلات المصرية والحاجات بتاعتها. بس هنتكلم على مسلسل هو فعلا شكله حلو، وبيناقش قضية حلوة ومعمول حلو ومن انتاج ضخم وحاجات كلها حلوة، اللي هو وعد ابليس، اللي نازل على شاهد دلوقتي. هتلاقيه على منصة شاهد او اي موقع من بتاع المسلسلات والافلام، من ايجي بيست لسيما كلاب للحاجات ديت. هتلاقي اول حلقتين منه نزلوا. فعلا المسلسل متعوب عليه، هو المسلسل معمول حلو وكتابته حلوة، والرعب فيه مش قوي، لا الرعب نص نص اللي ما يقفلكش وفي نفس الوقت يخليك مبسوط منه. في حاجات حلوة كتيرة معمولة. ففعلا المسلسل ده عجبني، وبشهادة ناس كتير اتفرجوا على الحلقتين دول. لا فعلا المسلسل ده يستحق اللي انت تشوفه، ويستحق اللي انت تتفرج عليه. خلينا متفقين بقى من دلوقتي ان اي حاجة هتتقال في القائمة ديت انت مفروض فعلا تروح تتفرج عليها، سواء اللي انت تستغل الاجازة قبل ما تخلص، او علشان تستغل وقتك بدل الشغل والتعب والحاجات اللي وجع دماغك دي كلها والضغط. لا، تتفرج على فيلم كده لذيذ، تغير بيه جو وتغير مودك، تتفرج مع العائلة او تتفرج لوحدك، تبسط نفسك كده شوية. تعالى مثلا ندخل على الافلام بقى، سواء الانيميشن او الانمي. وفي فرق طبعا بين الانيميشن والانمي. فناخد مثلا زي فيلم فليفرز اوف يوس، وده فيلم صيني انيميشن من انتاج نتفليكس. هتلاقيه برضو على اي موقع من بتاع الافلام. هو فعلا الفيلم حلو، وعبارة عن كذا حياة لبني ادم، تلاقي كذا بني ادم معمول له كل واحد فيهم فيديو مثلا يعني ربع ساعة مثلا، ومتجمعين بقى مع بعض في الفيلم ده. الفيلم حلو ومعمول حلو، والرسم طبعا رهيب، وكل حاجة فيه حلوة، لدرجة ان انت ممكن تقعد تتفرج عليه كذا مرة، من كتر ان هو خلط لك من كل حاجة. حاطط لك قصة عن الاكل والحب بتاعه، قصة عن الاخوات، قصة عن حب الطفولة. فمجمع من كل حاجة، واكيد لو انت هتلاقي حاجة من دول ذوقك. ندخل على الفيلم التاني، وبرضه فيلم جميل وحلو،
ألا وهو فيلم A Silent Voice. وغالبا انت اتفرجت عليه، يعني هو اي حد بيتفرج على انمي او كده هتلاقي اتفرج على الفيلم ده، لانه من احسن الافلام اللي اتعملت. وخصوصا لو انت بتحب بقى الدراما والحاجات العياط واللي هي تثير مشاعرك كده، فالفيلم ده هيبقى حلو جدا. بيتكلم عن ان واحد كان متنمر بيقابل واحدة من اللي هي ما بتسمعوش، فبدأ يتنمر عليها وكسر لها السماعات بتاعتها. بتعدي الوقت وبيرجع يحاول يرجع لها تاني. فهو في المجمل فيلم حلو وهتتبسط بيه وهتقضي معاه يوم كويس. ندخل على الفيلم تاني، الكرتون او الانيميشن اللي لازم يبقى موجود معاك في القائمة، اللي اي حد لازم يكون اتفرج عليه. يعني انت اكيد اتفرجت عليه، ولو ما اتفرجتش يبقى انت فعلا يعتبر ما اتفرجتش على افلام انيميشن. اللي هو فيلم وولي، الجهاز الصغير الآلة ده، لما ان الناس سافرت الفضاء وبعتوا حد عشان يستكشف ان هي خراب ولا حاجة. هو في المجمل برضو فيلم جميل جدا، ولازم حتى لو انت اتفرجت عليه ترجع تتفرج عليه تاني، او حتى تفرجه لولادك لو هم ما اتفرجوش عليه، عشان كمية المتعة والحاجة الحلوة اللي فيه. الفيلم برضو التاني فيلم لسه نازل جديد، اللي هو انكانتو. هو فيلم غناء من الدرجة الأولى، يعني فيه أغاني كتير وفيه استعراضات، بس هو برضو قصته جميلة وبيعزز روح الأسرة، وإن احنا نبقى متماسكين ومع بعض وواقفين جنب بعض وبنحب بعض. مش مجرد اللي احنا عايزين الدنيا تمشي وخلاص، ولا ان احنا نطلع أو نظهر بأحسن صورة والناس كلها جميلة. لا، احنا أسرة لازم نمسك مع بعض ونتماسك ونحب بعض علشان نعرف نعيش ونكمل حياتنا. الفيلم اللي بعد كده برضو الحلو، هو اكيد انت شفت سواء فيلم او المسلسل بتاعه، لو انت يعني من جيل التسعينات والالفينات، اللي هو امبراطورية كاسكو، وبالانجليزي The Emperor's New Groove. الفيلم ده حلو جدا ومعمول بطريقة برضو حلوة، وهتستمتع بيه ايا كان اللي انت هتتفرج عليه ايه. الفيلم الاخير برضو الا وهو Spirit Stallion of the Cimarron، والمعروف واللي اكيد كلنا عارفينه باسم الحصان، اللي هو الحصان اللي بيبقى في البرية وبعد كده الناس بتاخده وتوديه مكان وبيحاول يهرب منهم وهو متمرد، وبيعزز روح الحرية فيك، واللي انت ما تنصعش ولا تبقى عبد منساق لأي حاجة الناس بتوريها لك وخلاص. هو برضو فيلم عائلي، في شوية رومانسية، شوية حاجات تبع الأم والحرية. فلو عايز فيلم تتفرج عليه انت وعيلتك كده يوم جمعة تقعدوا تسهروا عليه، الفيلم ده لازم يبقى موجود معاك من ضمن الحاجات اللي انت عايز تتفرج عليها. ندخل بقى على الأفلام الأجنبي، سواء بقى هندي أو أمريكي أو أسباني، كذا نوع. بس الفكرة ان هي كلها تندرج تحت الافلام الاجنبية عموما. مثلا فاول فيلم ذا وايت تايجر، ده بيتكلم عن شاب فقير كان عايز يتعلم السواقة عشان يحسن حياته، وبيقولك بقى رحلته ان هو عايز يستغل العيلة ديت الغنية علشان يحقق مكاسبه وازاي هينتهي بيه الموضوع ده. فهو فيلم حلو برضو، قصته حلوة، بس ما اعتقدش ان هو ينفع للمشاهدة برضو العائلية سيكا، بس بالتالي ممكن ينفع. هو عموما اصلا خلي بالك ان انت ما تتفرجش على اي حاجة مع اولادك غير لما تبقى انت متفرج عليها مرة واتنين وتلاتة ومتأكد منها وعارف كل حاجة فيها، علشان لا قدر الله ما يظهرش مقطع ولا يعني إيحاء او اي حاجة غلط ترجع تندم عليها. يعني انا بالنسبة لي، انا قبل ما اتفرج على فيلم مع اي حد لازم اكون اتفرجت على الفيلم ده الاول وعارف ان هو حلو او وحش ومحترم، ولا في بعض المشاهد اللي قد تكون حاجة مش كويسة بسبب دينك او معتقداتك او اي حاجة. فانت لازم الاول تكون متأكد. عايز تتفرج عليه لوحدك فده من الاول مرة خلاص، انما مع حد وخصوصا مع الاطفال انا بالنسبة لي ما بفضلش الموضوع ده، لان ما ينفعش ان هم يتعلموا الموضوع ده من مشهد في فيلم. ندخل على فيلم تاني وهو فيلم اسباني،
وحلو جدا لو انت بتحب بقى الجو الإثارة والغموض وصراع البقاء والكلام ده. والغريبة ان ما لقيتش ناس كتيرة بتتكلم عليه، او في ناس بتقول ان هي قرفانة منه. هو معاك حق ان هو ممكن يكون مثلا مقرف شوية، بس لا هو عادي. يعني انا عن نفسي انا حاسس ان القرف اللي فيه كويس ومبلوع حتى في سياق المسلسل اللي هو الفيلم، اللي هو فيلم ذا بلاتفورم الاسباني. وبرضه كل الكلام ده موجود على اي موقع، انت لو دخلت اي موقع هتلاقيهم الافلام دي كلها. فالفيلم ده حلو، بس ده فعلا ما ينفعش تتفرج عليه مع ناس، او يعني مع اطفال. لازم ناس كبار هي اللي تتفرج عليه، او لو انت بقى عندك حاجة مقطوعة او متقصة براحتك انت، او لو انت عايز برضو تتفرج مع اولادك انت حر. بس ده مصنف اصلا ان انت ما ينفعش تتفرج عليه مع اطفال. ذا بلاتفورم. الفيلم التاني فيلم جوجو رابت. هو فيلم يعني بيتكلم عن حاجة كده خفيفة ولذيذة. هو الفيلم اصلا لذيذ وخفيف، بس مشكلته ان هو بيتكلم عن هتلر. بس الاحسن حاجة ان هو ما مش بيتكلم عن هتلر ذات نفسه، لا واحد حابب هتلر وبيقولك بقى رحلته في ازاي ان هو يتعرف على واحدة مختلفة عنه، وازاي يتعرف على الناس التانية ويتقبلهم ويعيش حياته معاهم. الفيلم اللي بعد كده فيلم ذا فازر. هو من الافلام برضو الحلوة جدا، اللي يعني تخليك كده تحس ان الدنيا لا ما عادتش كويسة زي الاول، وفي ناس بتسيب ابهاتها وما بيسألوش فيهم وبيعاملوهم وحش. ممكن تكون كمثلا ابنة او كده بيتعامل حلو، انما الزوج ذات نفسه بيعامل وحش وبقى مش راضي على الاب يبقى مثلا ساكن معاهم في البيت او كده. بس هو فيلم حلو هيطلع منه بموضوع ومغزى مفيد. ممكن حتى تتفرج مع ابنك علشان حتى يعرف قد ايه لازم يهتم بيك مثلا في كبرك ويرعاك، ما يسيبكش كده ويمشي وخلاص. بعد كده فيلم تركي. فيلم برضو حلو جدا، وبيتكلم مثلا عن يعتبر حاجة مثلا انت بتشوفها على طول، وهو بيبر لايفز. الناس فقيرة بتلم زبالة. يعني بحس ان المجتمع التركي اقرب لنا اكتر، خصوصا في الحاجات الشعبية بتاعته. فانا الصراحة حبيت الفيلم ده جدا، وهو من الافلام برضو القوية اللي لازم تتفرج عليها. بيبر لايفز. وطبعا مش عارف اقول كده ولا ايه، بس انت اكيد عارف ان الافلام الهندي لازم تكون متفرج على عامر خان. اغلب افلامه من بي كي لثري ايديتس في افلام كتيرة له. فانت لازم تكون اتفرجت على يعني خلينا نقول حتى اغلب افلامه. ولو عايز ترشيح انت مثلا ما تعرفوش او كده وعايز تبدأ بحاجة، اكيد لازم هتكون عارف وسمعت والحاجات دي كلها عدت عليك. فيلم 3 ايديتس وبي كي دول لازم تكون اتفرجت عليهم او سمعت عنهم على الاقل. نخش بعد كده على فيلم اجنبي امريكي، ومن الافلام الاثارة والغموض والرعب، ورعب نفسي اكتر ما هو رعب بقى هطلع لك عفاريت والكلام ده. هو فيه بس رعبه جميل جدا وقصته تحفة. انت ممكن في الاخر مثلا ما تفهمش شوية من الفيلم، بيبقى فيه حاجة معلقة معاك، بس هو كفيلم في المجمل فهو تحفة جدا ويستحق المشاهدة بقوة. وهو فيلم 1408. بيتكلم عن أوضة في ناس اتقتلت فيها، فطلع عليها سمعة بقى ان هي نحس وان ما ينفعش حد يسكن فيها والكلام ده. فواحد بيكتب كتب رعب رايح عشان يسكن فيها، وفعلا خد الأوضة وقعد فيها بقى ساعة، بس عدت عليه كأنها كام ساعة، فطولت جدا وحس ان الوقت ما بيعديش. وفي الاخر اكتشف ان كل ده ساعة واحدة. عشان كده في النهاية قرر حاجة مش عايز احرقها لك، انت تبقى تتفرج عليها بقى. بس الفيلم ده فعلا من احسن الحاجات اللي اتفرجت عليها في الافلام الاجنبية. 1408. بعد كده فيلم بيتكلم عن الاصل بتاع الكونفو، فعلا مين
ابو الحاجات اللي عملها ودخل كذا حاجة في بعض. هو فيلم من واحد عامله تقريبا جيت لي او حاجة زي كده، بس هو واحد يعني لو شفته هتعرف ان هو مشهور جدا. فيلم فيرلس من الافلام الحلوة برضو اللي لازم تتفرج عليها. لو انت بقى عايز فيلم كوميدي صرف وما تبطلش ضحك، وحرفيا بقك ممكن يوجعك من كتر الكوميديا والضحك اللي فيه، ومن اللي عامله اصلا من اشهر الناس الكوميديين في امريكا، فانت الفيلم ده اول حاجة تفكر فيه الا وهو فيلم ميت ديف. بيتكلم عن ان ناس جايين من كوكب تاني، بس المركبة الفضائية بتاعتهم عبارة عن انسان. فانت بقى هتشوف رحلة الانسان ده ان هو يدور على الحاجة اللي ضايعة منه. تحس ان هي حاجة اتعملت في 5000 فيلم قبل كده، بس مش هي دي المغزى او الحاجة الحلوة اللي فيه، على قد ما هي فعلا الكوميديا بتاعته حلوة. هما عرفوا الصراحة يعملوا الكوميديا في الفيلم ده، ومن احسن الحاجات اللي تضحك عليها. لو انت بقى عايز فيلم مغامرات كده وفيلم دراما، بيتكلم عن كلب عايز حريته ومش عايز ينصاع ورا الناس التانية، وفي شوية مغامرات في الجليد ومناظر كويسة شوية وحاجات كلها حلوة، من يعني يعتبر كرتونة على فيلم حقيقي. فانت ليك الفيلم ده The Call of the Wild. فيلم برضو حلو تتفرج عليه مع العيلة وعائلي كده يوم جمعة وتظبط نفسك فيه. نيجي بقى لنصيب الأسد والوحش بتاع كل الحاجات الأفلام والمسلسلات اللي ممكن تتفرج عليها، والحاجة اللي أنا فعلا مش حاسس إن هي واخدة حقها قوي في الأيام ديت، ألا وهي السينما الكورية. فعلا الدراما الكورية من أحسن الحاجات اللي ممكن تكون اتعملت وممكن تتفرج عليها. كمية التفاصيل والإحساس والاهتمام اللي هما بيقدموه وبيعملوه علشان يطلعوا لك المنتج بتاعهم من أجمل ما يكون. يعني أكاد أجزم، طبعا سيبك من المسلسلات الكورية اللي احنا عارفين اللي هي 5000 حلقة بتتكلم ان واحد بيحب واحدة وعمال يجري وراها والكلام ده فيه أكيد، بس أنا بقولك ان من كتر الحاجات اللي أنا اتفرجت فيها على كوريا ما تلاقيش مثلا فيلم او مسلسل من اللي احنا عارفينهم او من النوع الإثارة او كده تقدر تقول عليه وحش. بالعكس، انا كل الافلام اللي اتفرجت عليها في الكوري كلها حلو. في طبعا منازل اللي هو لا الفيلم ده حلو قوي، لا الفيلم ده قليل شوية، لا الفيلم ده يعني في المتوسط. انما ان انا اقول على فيلم كوري فهو وحش، الصراحة ده انا ما قابلتهاش. لو انت عندك فيلم كوري وحش ممكن تقول لنا، انما اللي انا اتفرجت عليهم كلهم كانوا حلوين. ومش هقولك حتى ان هو مثلا حد ترشحهم لي او كده، لا انا كنت بدخل على الموقع اشوف اي فيلم كوري اقوم منزله اتفرج عليه يطلع فيلم حلو. اختلافه بقى في الاحسن والاقل منه في الجمدان، لا اقل منهم وهكذا. نبدأ باول مسلسل كوري ويكاد يكون اعظم مسلسل مش بس في كوريا، لا في كل المسلسلات. يعني انا اكاد اقولك ان في المسلسل ده انت لو ما اتفرجتش عليه فانت يعتبر ما اتفرجتش على مسلسلات قبل كده. في بلوت تويست، في حاجات انت ما تبقاش فاهمها، في تفاصيل كتير، كل حاجة معمولة بالظبط ومترتب لها، ما فيهاش حشو، ما فيش حاجات ملاش اي 30 لازم. لا هو فعلا مسلسل معمول صح. وادخل على اي جروب من بتاع الافلام والمسلسلات سواء behind the scene ماستر بيس او الكلام ده، ابحث بس عن المسلسل ده، تكاد تكون مفيش حد قال عليه وحش. اللي اتفرج عليه مش عارف حتى يكمل بعده حاجة، لانه هو اجمد مسلسل ممكن يكون اتعمل. فيلم ماوس ده من اعظم الحاجات الكورية اللي اتفرجت عليها، لازم تكون اتفرجت عليه بعد كده بقى تبدأ تتابع الحاجات التانية. هو في الاول هتحس ان هو ممل سنة، اول كام حلقة في حاجات كتيرة بتتحط انت مش فاهمها، بس تقريبا بعد رابع مثلا او 5 حلقة بتبدأ تفهم بقى مين ده وبيعمل ايه وليه اصلا المسلسل ده معمول. فهو بيتكلم
عن الناس اللي هم مختلين عقليا، مش اللي هم يعني ذوي احتياجات خاصة او كده، لا، هم فيلم ناس عندهم مشاكل في دماغهم، ان هم عايزين يقتلوا ويتلذذوا اللي هم يقتلوا الناس. فهي دي بقى اللي المسلسل ده بيناقشه، وبيجيب لك بقى حاجات جريمة وتحقيق وكلام ده، بس فعلا عاملوه بطريقة حلوة جدا. يعني انا تيجي مثلا تشوف القصة، واحد بيقتل وعايزين يوصلوا له، حرفيا هي تعتبر القصة، بس عاملينها بقى ازاي، وايه الحاجات اللي فيها، والقصة هتمشي ازاي. ده فعلا اللي من اجمل الحاجات اللي في المسلسل، واللي خلى المسلسل يبقى حاجة جامدة جدا. من نفس البطل اللي عامل مسلسل ماوس، عامل مسلسل برضو اسمه فيجا بوند، برضو فيلم مسلسل جامد، من الحاجات الحلوة الكورية اللي ممكن تتفرج عليها لو انت عايز اثارة بقى واكشن ومغامرات، وده يروح يضرب ويعمل. فالمسلسل ده برضو جامد لك. بعد كده مسلسل لسه نازل تقريبا 2021 اسمه هيل باوند، هو نزل منه موسم واحد، ولسه بقى منتظرين الموسم التاني، وكان عمل ضجة جامدة، وكل الناس كانت بتتكلم عليه في الصفحات والجروبات بتاعت المسلسلات والأفلام. مسلسل هيل باوند، إن في حاجة غريبة ظهرت بتموت الناس اللي مذنبين، بس ما طلعش إن هما مذنبين، بس طلع إن هما أي حد بيقتلوه بس علشان حاجة معينة. فهو مسلسل جامد، وحلقاته صغيرة، تقريبا كانت 6 حلقات أو 8 حلقات. أحسن حاجة في المسلسلات الكورية وخصوصا اللي معمولة بنتفليكس إن هي بتبقى مش كبيرة قوي، وده اللي ماشيين عليه دلوقتي، وهو ده الصح. مسلسل 6 7 8 حلقات أخلصهم في يوم وخلاص واتبسط بيه، بدل ما تعمل لي مسلسل 20-30 حلقة مليان حشو ما استفدش منه، وبعد ما يخلص أقول أنا ضيعت وقتي كله ده في إيه. ندخل على المسلسل التاني، أليس إن بوردرلاند. هو مسلسل عامل شبه سكويد جيم، وانت اكيد اتفرجت على سكويد جيم، بس المسلسل ده بقى معمول بطريقة تانية، بطريقة مختلفة، طريقة تخليك فعلا تتبسط وتقول لا صدق والله هو مش زي اي حاجة قبل كده اتفرجت عليها. ومكملين بقى في القصة عشان تعرف هما ايه اللي جابهم في اللعبة ديت. عبارة عن لعبة دخلوها من غير ما يبقوا عايزين، مفروض ان هما يكسبوا وإلا هيموتوا، فايه اللي جابهم هنا وازاي هيكملوا ايه الحاجات بتاعتهم، ده اللي هتعرفه في مسلسل أليس إن بوردرلاند. ندخل على فيلم تاني، فيلم سايلنس. هي نفس سايلنس بس اخرها دي. الفيلم ده برضو حلو جدا ودراما، وهتتبسط بيه لو انت بتحب الكآبة. يعني حرفيا الفيلم كئيب بطريقة متخلفة، لان اصلا انت لو عرفت قصته هتعرف هو ليه كئيب. الفيلم يا باشا باختصار بيتكلم عن ايه؟ ان واحد مدرس اتنقل لمدرسة جديدة للصم والبكم. ايه بقى اللي بيحصل في المدرسة ديت؟ كل انواع الحاجات الوحشة اللي ممكن تتخيلها، من سرقة لتحرش بالبنات لتحرش بالولاد لاستغلالهم لكل حاجة. والمشكلة ان هم جايبين لك بقى المشاهد دي للأسف، يعني انا ما اقدرش اقول لك كده، بس هو فعلا ما ينفعش تتفرج عليه برضو مع اولاد او مع سن اقل من 18 سنة، لان مشاهده عنيفة، قصته اصلا تحرش وكلام من ده. بس هو كفيلم في المجمل هو حلو جدا، وبيوريك قد ايه الطبقة العالية اللي معاهم فلوس مستغلين الناس ومستغلين القانون ومفيش حد يقدر عليهم. ندخل على الفيلم التاني، فيلم تانل. فيلم بيتكلم عن البقاء، ان واحد كان ماشي بعربيته في نفق، والنفق ده اتهدى عليه، فرحلته بقى ازاي هيفضل عايش وازاي هياكل ويشرب ويكمل حياته، وهيجوا ينقذوه ولا لأ. فده هتعرفه بقى في الفيلم بتاع تانل. ندخل بقى على فيلم رومانسي خفيف كده، من الحاجات الحلوة اللذيذة، فيلم بي ويز يو. هو فيلم ان واحدة ماتت وبعد كده رجعت تاني، فهي
هي مش فاكرة بقى جوزها ولا اي حاجة، فبيبدأوا يعيشوا تاني اللحظات الحلوة مع بعض، وتبدأ تفتكر حياتها قبلها كانت كانت عاملة ازاي. فهو فيلم رومانسي لطيف حلو، من الحاجات الكويسة برضو. ندخل تاني على فيلم إثارة ودراما وغموض برضو، وهو فيلم دور لوك. الفيلم بيتكلم عن ان واحدة حاسة ان في واحد عايش معاها في البيت، بس هي مش شايفاه ولا عارفة اي حاجة. هي فجأة بتصحى دماغها وجعاها، تكمل حياتها ويومها عادي، ترجع بالليل بتنام وتصحى الصبح وهكذا، لحد ما بتحس وتكتشف ان لا فعلا في حد بيدخل عليها بالليل وبينام معاها وبيقعد طول الليل معاها، بعد كده بيمشي. فتبدأ بقى رحلتها لحد ما تكتشف وتعرف هو مين ده. فيلم برضو جميل دور لوك. ولا انت بقى عايز فيلم كوميدي؟ ومعظم الافلام الكورية الصراحة في الكوميدي ما حسيتش ان هي كوميديا هاها وضحك بقى جامد والكلام ده، لا هو من النوعية الكوميدي اللذيذ اللطيف اللي تخليك قاعد مش متضايق، في كم موقف هنا كم نكتة هتضحك عليهم، بس مش صريخ ضحك، لا هو من الحاجات اللي تخليك والله انا عايز مثلا اكل. عارف انت افلام الاكل، فتشغل فيلم كده انت في حاجات كتيرة مش واخد بالك منها، بس انت مشغل عشان تحس بالونس وخلاص. فده من النوعية ده فيلم اكزيت. فيلم لطيف خفيف، هتتفرج عليه في الساعتين دول وهينجزوا معاك وهتطلع مبسوط. وطبعا ما ينفعش تكون قائمة الكوري من غير الأساس بتاع أصلا الأفلام الكورية اللي الناس كتيرة عرفت الكوري منه، اللي هو فيلم فورجوتن. وأكيد انت عارفه، اللي هو واحد راح بيت جديد وبعد ما كمل حياته اكتشف ان اللي معاه ده عايز يقتله، وهو مطلعش اخوه وهو كان قتل قبل كده. فانت اكيد عارفه، او لو مش عارفه ممكن تتفرج عليه، من احسن افلام الكوري فيلم فورجوتن ده. ندخل على فيلم تاني بيتكلم عن برضو ذوي احتياجات خاصة، والناس اللي هما بيبقى عندهم طيف توحدي والكلام ده، وفعلا بيناقش لك ازمتهم وحياتهم عاملة ازاي، وبيطلع لك ان هي دي حياتهم، ان هما مختلفين بس في نفس الوقت شاطرين وكويسين وما يفرقوش كتير عننا. هو فيلم النوست وايتنس. فيلم لذيذ برضو في الخفيف كده، هتتبسط منه وتعيش معاه الساعتين بتوعه وهتطلع مش متضايق. النوست وايتنس. لو انت بقى عايز فيلم جريمة وتذكر الماضي وغموض وكلام ده، برضو فيلم ميمور اوف ا ماردر. فيلم جميل ومش هتحس الصراحة معاه بوقت، يعني انا اتفرجت عليه ساعتين بس، في الساعتين دول اقولك ان انا ما حسيتش باي وقت معاه، في ثانية حسيت ان هو خلص من كتر الحلاوة والطريقة اللي هما بيسردوا بيها والذكريات اللي هما بيعملوها، ان واحد بيقعد يتذكر حاجات عن جريمة قتل هو عملها، وفي نفس الوقت في واحد بيحاول يهدده عشان يقتل بنته. فتشوف بقى هو هيتصرف ازاي وهيعمل ايه، ده اللي هتعرفه بقى في الفيلم بتاع ميمور اوف ماردر. والفيلم التاني هو الصراحة اتعمل منه نسخ كتيرة جدا سواء تركي، بس اعتقد الاشهر هو تركي، بس انا الصراحة بحب الفيلم الكوري اكتر. وفيلم ميراكل ان سيل نمبر 7، اكيد سمعت عنه سواء اتفرجت على كذا نسخة له، بس النسخة الكوري برضو حلوة وفيها بنت ما حسيتش معاها بالرخامة او ايه ده البنت دي تمثيلها وحش عشان صغيرة يعني او كده، لا فيلم لذيذ، معاملة اب مع بنته وهتتبسط منه، بس هتعيط الصراحة يعني فيلم مؤثر بطريقة فظيعة. وطبعا الفيلم اللي اتشهر جدا وكان ترشح لجائزة الأوسكار تقريبا، ومش عارف الصراحة خدها ولا لأ، بس هو فيلم بارازايت.
الأسرة الفقيرة المعدومة اللي مش لاقية تاكل، اللي بتروح تستغل أسرة غنية علشان تكسب من وراها فلوس وتعيش معاها معاملة حلوة. والفيلم برضو جميل وتتفرج عليه، بالتالي ما ينفعش مع برضو أطفال قوي، ممكن تتفرج انت لوحدك أو مع حد كبير هتتبسط منه. فيلم بارازايت. لو انت بقى بجد عايز تعيط وعايز فيلم يعني ايه يزعلك شوية كده ويخليك متأثر، فيلم دراما عائلي يحببك تاني في معاملة الأبهات وازاي بيتعبوا ويفكروا مثلا معانا، مع انه هو مش أب على فكرة، هو واحد خطف بنت وبيعملها حلو مش أكتر. فيلم بون، فيلم لذيذ هتحبه، في العائلي كده ومشاعر وكلام من ده. فأعتقد ان انت لو بتحب الدراما والحزن والعايط وعايز الموضوع ده، فالفيلم ده هيعجبك. ونيجي بقى لأصل الزعل والدراما، وحرفيا انت بص هتعيط من كتر ما الفيلم ده مأساوي. هتلاقي نفسك تلقائيا البنت بتصعب عليك وبتحس بقد ايه الأب عاجز والأم، وان هما كلهم صعبانين عليك وانت مش لاقي حاجة تعملها، وكمية ظلم في الفيلم. فيلم هوب HOBE، بس اكتب هوب موفي لان ممكن ما يطلعش الفيلم قوي وتدور عليه شوية، لان الواحد فعلا تعب لحد ما جابه، لانه تقريبا لما انا كنت منزله ما كانش موجود في المواقع العادية. فهتلاقي برضو ان هو فيلم جميل جدا، بيتكلم ان طفلة واحد اغتصبها، وبسبب الاعتداء العنيف عليها فالبنت اتأثرت. وطبعا مش عايز اقولك ان بنت فمن ورا، فللأسف اتقفلت من ورا وحصل مشكلة في الشرج، فتركب لها كيس براز تعمل منه من بطنها، والبنت طبعا دشملة خالص من كتر الضرب والعنف اللي تعرضت له، وبدأت تخاف من كل الرجالة حتى من ابوها. فقد ايه بقى المعاملة بتاعتها ان هي كارهة ابوها، مش عايزة تتعامل مع اي راجل، خايفة تطلع برا، حاسة ان كله عمال يبص عليها. الفيلم كان صعب جدا، وقصته اصلا انا مش عارف هما ازاي فكروا فيها. فانت ربنا يكون في عونك لو عايز تتفرج على الفيلم ده، بس من ناحية ان هو فيلم حلو، فيلم حلو وكويس وهتتبسط منه، وهيبص هيبقى بالنسبة لك حاجة جامدة جدا. بس لو انت بتحب العايط والدراما والافلام بتاعته. ندخل بعد كده على فيلم برضو كوميدي، وصراحة انا شايفه من الافلام الكوميدية الجامدة جدا اللي لازم تترشح لاي حد بيتفرج على كوري مثلا وعايز حاجة كوميدية. فيلم اوك مدام او اوكي مدام، ده او دي، لان في مواقع بتنزلها كده وفي مواقع بتنزلها كده، بس هو غالبا هتلاقيه باوكي مدام. فيلم كوري ان واحدة عميلة وبتتنقل، بتسيب يعني الشغل بتاعها، وبتاع كده بتسافر على طيارة، وبيعرفوا ان هم مسافرين على الطيارة ديت، فبيبدأوا يهجموا عليها. فهو فيلم لذيذ وهتحبه، والكوميديا اللي فيه كويسة، وبعض الأكشن الخفيف. هي معظم الأفلام الكورية لو كوميدي فهتلاقيها كوميدي بالأكشن، حاطين لك شوية أكشن مع شوية كوميدي لذيذ كده عشان يمشوا الجو والفيلم يبقى كويس، ومن الأفلام الجامدة جدا اللي لازم تتفرج عليها. نيجي بعد كده لفيلم Voice of Silence، فيلم برضو كوري بيتكلم عن 2 بينظفوا بعد عمليات القتل. واحد يروح يقتل فيكلمهم يجوا ينظفوا المكان، فللأسف مرة بتقع في ايديهم بنت صغيرة وبيضطروا ان هم ياخدوها ويخلوها عندهم. فتبدأ بقى تشوف التعامل بتاعهم هيبقى عامل ازاي، وخصوصا كمان ان في شخص منهم ما بيتكلمش وله اخت في نفس السن، ومعاملته لها طبعا وحشة جدا. فتبدأ بقى تمشي مع الفيلم في الفوضى والحاجات المشاكل اللي هم بيعملوها
علشان تشوف هيخلص على ايه. من الافلام الحلوة جدا برضو Voice of Silence. خد بالك في فيلم انمي اسمه Silence of Voice، انما الفيلم الكوري اسمه Voice of Silence. وشفت برضو فيلم Silence اللي هو بتاع دي. فكمية سايلنس مش طبيعية في كل الأفلام، ما تفهمش ليه الموضوع ده. هل مفيش مثلا أسامي تسموها غير كده؟ براحتهم، هم اللي عاملين الفيلم وهم اللي من حقهم يختاروا. نيجي على فيلم برضو كوميدي لذيذ خفيف، صراحة شايفه من الحاجات الجميلة جدا، فيلم سيكريت زو. الفيلم ده بيتكلم عن ايه؟ محامي كان في وظيفته، فواحد عايز يطرده، فقال له هتمسك الزو ديت او الحديقة الحيوان لمدة 3 شهور، لو صلحتها وبقيت تمام خلاص هشجعك وهخليك يعني في مكانة كويسة والدنيا هتبقى تمام، لو ما عرفتش خلاص هطردك. فيجي يروح يشوف يلاقي طبعا مفيش حيوانات فيه، فيبدأوا يعملوا هما الحيوانات ويجيبوا هدوم ويلبسوها ويبدأوا يتحركوا كالحيوانات عشان يبسطوا الناس، وفعلا بتنجح في شوية، بس بعد كده بقى موضوع بيختلف. فانت برضو اتفرج عليه وشوف النهاية بتاعته. نيجي بعد كده لفيلم برضو جميل جدا، غموض وإثارة والتحري اللي انت عايز تعرف ايه اللي حصل، وشخص كده عايز تعرف مين ده وايه اللي جابه هنا. فيلم انترودر. ان واحد عايش مع اهله امه وابوه، فجأة بتيجي واحدة بتقول ان هي اخته وهتقعد معاه وتهتم بيهم والكلام ده. فمين ديت وجايه منين وعشان ايه وعايزة ايه، ده اللي هتعرفه في الفيلم، وهتعرف الدنيا ماشية فيه ازاي. فيلم انترودر. بعد كده فيلم برضو خفيف كوميدي ظريف، Honest Candidate. ومن اجمل الافلام الصراحة الكوميدي الاكشن اللي اتفرجت عليها. يعني الفيلم ده فعلا قعد معايا وقت كده عمال افكر فيه واتفرج عليه كذا مرة من كتر ما هو كان عاجبني. ممكن يكون مش احسن فيلم اتعمل في الكوميدي ولا اي حاجة، بس هو كان فيلم لذيذ وعجبني كده. وقت ما بلاقي نفسي ان انا زهقان او زعلان او متضايق او في اي مشكلة عندي، اقوم رايح كذا فيلم اللي فاتوا او الفيلم ده اتفرج عليهم، المود يتغير على طول. فيلم هيتمان ايجنت جون. نيجي بعد كده الفيلم برضو من الافلام الجميلة جدا، وده فعلا بقى ممكن يكون اجمل فيلم كوميدي كوري اتفرجت عليه في الافلام الكورية كلها، اكستريم جوب. فيلم عن ان فرقة من المحققين فاشلين، فبيفتحوا مطعم علشان يراقبوا ناس، فالمطعم ده بتاع فراخ، فبيبدأ يتشهر والناس تعرفه ويهتموا بيه اكتر، وحوارات برضو الناس هتمشي معاه. بس من اجمل الافلام الكوميدي واللذيذة اللي اتفرجت عليها اكستريم جوب. لو انت بقى برضو عايز من الافلام الغموض والإثارة والحاجات اللي انت بتقعد تتذكر فيها، فيلم ديفا، اللي بيتكلم عن واحدة حصل لها حادثة ونسيت كل الذاكرة بتاعتها، فطريقها بقى لحد ما تفتكر تاني كل الكلام ده، عشان تعرف في الاخر برضو الحاجة بقى اللي هي عملتها، اللي برضو مش هقولك عليها، تتفرج عليه الفيلم انت، وسواء يعجبك او لا براحتك. بس هو غالبا لو انت بتحب النوعية دي من الافلام الغموض والإثارة والحاجات دي اكيد هيعجبك وهتعوز تتفرج عليه. ندخل على فيلم برضو رومانسي كده لذيذ، فيلم Always. فيلم رومانسي برضو خفيف ظريف لطيف كده، ومن الحاجات الحلوة اللي ممكن تقضي بها يومك. خلينا متفقين ان الحاجات اللي انا قلتها دي كلها سواء افلام اجنبية او كوري هتلاقي منها كل الانواع، سواء كوميدي رومانسي إثارة غموض رعب، كل حاجة هتلاقي فيها. انت بقى شوف ذوقك ايه والحاجات اللي انت عايز تتفرج عليها، وابدأ نزلها واتفرج عليها، وصدقني مش هتندم،
لان من الحاجات ديت لازم تتفرج عليها. سواء بقى انت عندك جامعة، عندك مدرسة، عايز تقضي يوم حلو مع عيلتك، مع نفسك يا اخي، لو عندك مثلا مشاغل او مخنوق من حياتك وعايز تضيع وقت كده في فيلم لذيذ يغير لك مودك، فاكيد فيلم من الافلام ديت هيبسطك. حتى لو فيلم حزين او هتخرج منه وانت مبسوط ان الفيلم حلو وعجبك. وفي النهاية انا بشكرك جدا انك كملت الحلقة للاخر، ويا رب تكون قائمة الافلام دي عجبتك. خد بالك احنا لسه في افلام كوري كتير ما اتكلمناش عليها، ومسلسلات ومصرية واجنبية واسباني وحاجات دي كلها، بس مش مهم، كفاية قوي دلوقتي الكلام ده. وهحاول انزل لك صور الافلام ديت على البيج بتاعت الفيسبوك، فلو انت عايز تشوفها يعني. ولو عندك اي افلام او مسلسلات برضو حاسس ان مش واخدة حقها وعايز الناس تسمعها او نتكلم عليها او كده، ياريت تقولها لنا وتبعتها لنا. وبس كده، احلى مسا.